محدش يعمل كباب الحلة الا بالطريقة دي، طريقة تحفة والطعم يجنن. ومش هنعمل كباب حلة في الحلة، لا ده احنا هنعمله في طاجن، وهيبقى طبق رئيسي في اي عزومة او في اي وقت تعمليه، حاجة تشرف والطعم جنين ورهيب. كل حاجة حلوة، مش لاقية كلام تاني اقوله غير ان انتوا لازم تجربوا الوصفة دي. اهلا بكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم وما تحرمش من الكومنتات بتاعتكم الجميلة ولا اللايكات بتاعتكم. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى نشوف الجمال ده بالصوص التحفة المكرمل ده هنعمله ازاي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا دي كيلو لحمة، اي قطعية، انا ما بدققش، اي قطعية لحمة انا جايباها كمان ملبسة تمام. وفرمة تقريبا برضو بتاع كيلو بصل فرم ناعم او بالسكينة، طبعا ده في الكبة. طاجن ورفعته على النار، في معلقة زبدة معلقة زيت، ماشي، سمنة على زيت، دي سمنة بلدي او زبدة بلدي. قلب كده لحد ما الزبدة بتاعتنا تسيح، وانزل باللحمة بتاعتنا اللي انا مقطعاها قطع، لا كبيرة ولا صغيرة، دي لحمة ملبسة اي نوعية واي قطعية تمام كده. ادي بقى تشويحة حلوة كده للحمة لحد ما لونها كده يغير واكنك محمراها في الزبدة والزيت. اديهم تشويحة حلوة كويس قوي على النار. صلوا على النبي. شوفوا اللون اتغير ازاي، بالظبط اكنك محمرة قطعة لحمة في زيت، اللون غير تماما اهو. انا كل شوية بفصل وبرجع لكم عشان اوريكم اللون اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بالبصل المفروم بتاعنا واديله تشويحة حلوة برضو مع اللحمة. نفضل نقلب فيه كويس جدا، وهنضيف كمان بهارات بتاعته، بس هنضيف الملح في الاخر، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات لحمة، واحدتين كده او 3 ورق لورا، 5 فصوص حبهان، وبس كده. ونقلب الكلام الجميل ده مع بعض، وزي ما اتفقنا الملح في الاخر. قلبناه ورجعنا له كده في نص سوا، كان النور قطع معلش. ابتدى طبعا البصل يتكرمل وياخد نفس لون اللحمة. ادي كل شوية تقليبة واغطي الطاجن بتاعنا بالغطا بتاعه، ونرجع له كل شوية لحد ما اقول لكم هنعمل ايه. قرب ما خلاص اللحمة فاضل لها 10 دقايق، انا عندي بطاطساية واحدة مقطعاها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، هضيفها على اللحمة بتاعتنا واضيف كمان الملح وادي تقليبة حلوة حلو، وانزل بيه في اغطيه كده شوية بتاع 3 دقايق بالظبط. وبعد كده انزل بيه في قلب الفرن، اولع له الشواية عشان ياخد لون تحفة كده من فوق. الصوص بتاعه لوحده ما شاء الله حكاية. هنشوفه دلوقتي بعد ما خرج من الفرن. زي ما انتوا شايفين كده كان سخن جدا، بس لونه كان رائع وريحته كانت تجنن. اللحمة كانت دايبة دوب، والبطاطساية كانت لوحدها طعمها رائع. بصوا بصوا اللحمة، بصوا البطاطساية، والطعم خرافة. جربيها بس بالطريقة دي وهتدعيلي. واللحمة بسم الله ما شاء الله، الطاجن اصلا احنا عارفين ان اي حاجة بتستوي فيه بتدوب، اللحمة خدتش مجهود. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.